بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. كشفت بعض المواقع الإلكترونية وسربوا واحد اللائحة اللي من المحتمل غادي تكون هي تشكيلة ديال الحكومة ديال سعد الدين العثماني. من بين الأسماء أيها الإخوة الأفاضل، انتبهوا جيدا: آمنة ماء العينين. كتعرفوا ديك البرلمانية ديك اللي كتخرج العينين ديالها ملي كتهضر، والتي أتت بزوجها كأستاذ من تيزنيت وبلاصته في الوزارة ديال المجتمع المدني لما كان الشباني وزيرا لها، ثم الآن يشغل منصب مدير أو رئيس قسم بوزارة الأسرة والتضامن والطفولة، يعني رغم أن الكفاءة ديالو دون المستوى المطلوب. فاطمة الشباني كذلك من النساء اللواتي تم اقتراحهن كوزيرة. يا سلام، قال لك وزيرة ديال التضامن غادي تبلاصي الحقوي. هاد فاطمة الشباني اللي معروفة بتلقي الأموال الطائلة من المغرب وخارج المغرب، والتي أتت على الأخضر واليابس، بقات لها دابا غير الأسرة اللي كتهتم بالمسائل الاجتماعية باش تكمل الباهية ديالها، وهي أخت الشباني الحبيب الشباني الذي سرق زوجات ذاك المهندس ديالهم، والقضية يعرفها الخاص والعام، غير فضائح مرة واحدة سي اونشيني. ثم هناك بوتينة قروري زوجة قاتل الطالب الجيد غيث الجيد. إذن ثم هناك الطامة الكبرى ماجدة بن عربية، وهي البرلمانية التي انتقدت المشروع الملكي بطنجة. كي بحال ذاك الباندي ديال ياسين كيقول لك مع مشروع ما فيه كذوب وكذا وكذا، وحين الله حتى جا العين الكريم ودشن واحد المشروع من المشاريع العملاقة. ثم من هذا اللائحة النسوية ثم شبه رجالية هناك محمد ياسين. وكتعرفوا شكون هو محمد ياسين؟ راه قلتها لكم، هذا راه كان أستاذ بني ملال وأساء إلى التلاميذ ديالو، كان يمارس الجنس على التلاميذ. كنقولها لكم أنا، هذا إلى سعد العثماني ما كيعرفش بلغوا له، ولا كنشوفوا من المخابرات بالوغد يقلبوا في ليزارشيف وفي المصالح ديال الضابطة القضائية ببني ملال. لماذا تم انتقال يتيم من بني ملال إلى وجهة أخرى؟ لأنه ضبطوه ماشي مرة ماشي جوج، هناك عدة محاضر لدى الضابطة القضائية ببني ملال تؤكد أن محمد يتيم اللي كيبان لكم في التلفزة دابا هز الدماغ ديالو كذا، أنه كان يمارس السيادة ديالو على الأطفال الأبرياء، وعنده ولدو ربح 50 مليون في البوكر قمار، وملي سول اليتيم قال له هذاك راه ماشي القمار، هذاك راه الذكاء. ثم هناك حميد الدين كذلك، راكم كتعرفوا بلي حميد الدين راه هو القاتل ديال ذاك عيط الجيد، يعني راه الناس عارفه كلشي عارف، هناك وقفات الى اخره. ثم بوانو واش بوانو ولا ذاك الاخر، ذاك اللي قال لهم بالكيران الهبيل ما تديوش عليه، واحد فيهم راه عنده اكريمه ديال باه ولا محامي، ايوا باك ولا لاباس عليه وانت برلماني ورد لك كلمه المخزن يسبب لنا واحد المسكين اخر. هذه غير مجموعه، هذا ثاني شونتيون هادو ديال الوزراء اللي قال لك غادي يمثلوا حزب العداله والتنميه اللي كنقولوا حنا حزب ذو مرجعيه اسلاميه. على كل حال هادو يقدروا يقدموهم لسيدنا، لان العائله الكريم يعين الوزراء باقتراح من رئيس الحكومه، ولكن السي في ديالهم يقدروا يكذبوا فيهم، ولكن الاخلاقيات ما خص اصحاب المخابرات يبلغوا هادشي سيدنا. حنا كنطلبوا من السيد الحموشي اللي هو رئيس ديال المخابرات وانسان متمرن ومتمكن، السيد الحموشي راك عزيز عنا، راه حنا لا نقول فيك هذا الخير يعني الجميل خوفا منك او لكذا او تود لك، لا لا لا، حنا ما شي واحد ما يعطينا، نعطيه والله، ولكن انت كمسؤول على الاستعلامات العامه في المغرب ابلغ العائل الكريم بما جاء في هذا الشريط. هذا الشريط راه صحيح سورتو داك يتيم، راه قلة الأعراض أنه يكون واحد الباندي كيبسل على الدراري وغدا يبان لنا وزير.
راه الله يرحم عليه حسن اللي قال لك جيتي اونتوري دو فولور اي دو بيرسون نو انتيغر. بيان سور الملك ما يقدرش يعرف كل شيء، ولكن نتوما يعني لي زوكسيلير ديالو راكم حنا قلنا لكم ابلغوه باش اللوائح ديال الوزراء تكون لوائح نقيه ويشتغلوا فيما يصلح، فيما يرضي الله ويرضي العاهل الكريم. هذا الملك المناضل الشاب الذي يجوب المغرب همه الوحيد هو ارضاء الوطن. Ce jeune roi mérite une équipe de sages et d'intègres responsables et non pas d'irresponsables. حنا بغينا الناس اللي يشتغلوا مع الملك يكونوا ناس معقولين، الناس بغاو الخير لهذا الوطن العزيز، ماشي البانديه والشلابيه. بغينا حنا الناس on veut que les gens soient sages et intègres qui développent leur pays. Voilà l'objectif de tous citoyens honnêtes. اللي مالونيت ما عندنا ما ندير بهم. الاستاذ حسن بارفا، ناشط حقوقي وعضو مجلس مدينه قبيمه، تحياتي اللهم يسر.